السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده العيش بالحليب او باللبن، خفيف قوي. انا عملته بين الفطار والسحور، ما خدش مني حاجة. هقول لكم المقادير بالظبط. انا مقطعه منه احجام صغير اهو، وعامله حجم كبير، عامله احجام كبيره زي ما انت تحبي تقطعيه بقى، وجميل مسويه في الفرن وجميل بيتفتح. هوريكم برضو جميل جدا. هفتحه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين من جوه ما شاء الله حلو قوي وناجح، وفي البيت وما فيش، ما بياخدش منك حاجه خالص. يا ريت بقى تعملوه. وما تنسونيش بسبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس، وتجربوه وتقولوا لي ايه رايكم. ريحته خطيره وريحه الخبيث في البيت حلوه قوي. يا ريت بقى تتابعوني في الفيديو عشان تعرفوا عملته ازاي. يلا بينا بقى على الفيديو. هنقول بسم الله بقى. اللي انتوا شايفينها دي الخميره، انا كنت طالعاها من الفريزر. انا طبعا لقيت مفيش عيش للسحور. انا بعد ما عجنت حته عجينه على فكره، قلت ازاي لازم اعمل الفيديو ده، يعني برضو افاده. لو ما تغلبيش، لو ما لقيتيش عيش عندك تتصرفي ازاي. بصوا انا دي العجينه اللي عجنتها. بسم الله. يا خمرت، شايفينها ما شاء الله لازقه في الغطا بتاعها. شايفينها جميله ازاي. ده خبز الحليب. انا هعملها لكم، فقلت اعمل حته تاني صغيره عشان اوريكم بالظبط انا عملتها ازاي، عشان تبقى النتيجه زي دي. شايفينها ازاي جميله وخمرانه وفيها مطه كده، جميله قوي. هنبتدي بقى نعملها دلوقتي مع بعض واحده واحده. اول حاجه انا جبت الخميره، كنت شايفينها عامله ازاي، طلعتها من الفريزر. بعينها دايما عندي في الفريزر. لازم معلقه السكر اللي انا حطيتها عليها دي، ومدفيه حبه ميه اهو. الميه يا دوبك ايدك تطيقها كده، ما تكتريش الميه قوي، بس كده. وبتدوب في الميه كده. بنعمل الخميره وتحطيها على جنب وتسيبيها تخمر. انا لسه عامله منها دلوقتي يعني، فمش هصبر عليها قوي عشان انا عارفه واخده من نفس القطعه دي، فعارفه انها ان شاء الله هتفور معايا على طول. انتي تحطيها جنب ودنك كده، حتى قبل ما تفور هتسمعي وش كده شويه، هتعرفي ان الخميره دي كويسه. بس كده. انا هعمل الخميره وابتدي بقى في الدقيق. سيبها على جنب وابتدي في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت الدقيق كميه صغيره جايباها عشان اكمل عليها. حوالي نص معلقه صغيره ملح. تحطي ملح طبعا، الملح ده سنه. وطبعا المعجنات لازم السكر، فاي معجنات معاكي تحطي بدل بسبب نجاحها. انا حطيت معلقه كبيره سكر. انا بعمل الدقيق بالبركه ده على فكره. ده حوالي 3 كوبايات، 3 مجات. بس انا عمري ما عايرت العيش وانا بعمله. انا بعمله بالبركه كده، بيبقى حلو يعني. معروف انه مش محتاج مقدار ثابت، على حسب ما ياخد لبن معاكي او ياخد ميه، يعني يلم معاكي. وهوريكي دلوقتي وانا بعمله. انا كده الخميره خلاص اهي. خميره ما استنيتش عليها تخمر قوي. هحطها بسم الله، وهبتدي بقى اقلب واحط عليها اللبن. مش هيتعجن غير بالحليب اهو. بسم الله. هنحط مقدار كده، ولو جت طريه معاكي بنزود دقيق تاني، ما يحصلش حاجه خالص في العيش بالذات. العجينه هي في ايدك انت اللي تعرفي تظبطيها. انا هخلي بنتي بقى هي اللي تعجن، هعلمها. انا عجنت العجينه الكبيره، هي بقى هتعجن لي دي. يلا حبيبتي بقى ابتدي. فرصه بقى اعلمها. البنات بتوع اليومين دول ما لهمش طولة بال، ما بيعرفوش الحاجات دي. فانا بعلمها بقى. كل ما اعمل وصفه هي اللي بتصورها لي، يا اما انا بعلمها كده. لسه شايفين اهو، حطيت مقدار. هرجع احط تاني حبه لبن تاني، حبه صغيرين كده. ايوه حطي ولفي تاني، تحطي حبه حبه. تاني حبه. انا بوريكم بس، بخليها تحط حبه، مش قايله المقدار عشان اعجني بقى. هي هتلم معاكي دلوقتي. بنحط اللبن حبه بحبه عشان نشوف هتلم معانا لغايه امتى. طرت مش هيفرق حاجه. هنحط حبه دقيق
العجينه زي ما قلنا عجينه العيش في ايدينا. انا بعد ما عجنت العجينه الاولانيه جيت بالي اصورها، فقلت بقى لازم اعجنها واعمل في حته عجينه صغيره قوي ما تجيش ربع كيلو او نص كيلو بالكتير، فقلت بس عشان ازودها على العجينه التانية وابقى عملت الفيديو كامل. عجينه حلو، حطي حبه لبن صغيرين كمان. ازود؟ لا كده كتير، هي كده طرت مننا، شكلها هي طرتها، فبعد كده هنرجع نحط دقيق تاني مش مشكله، بس المهم تتعلم. الفيديو ده يا ريت تعليمي بقى للبنات الصغيرين، بس في نتيجه اهو ان شاء الله تطلع. تلمي فيها لغايه ما تسيب ايدك، تعرفي العجينه نجحت معاكي لما تسيب ايدك. ماسكالك. طبعا قبل ما العجين نحط ايدنا في العجين طبعا لازم ايدنا تتغسل بالميه والصابون حلو، ده للبنات الصغيره طبعا. تغسلي ايدك حلو جدا. شوفيها بقى كده بتلزق ولا، عشان هنشوف عاوزه دقيق ولا لا. لا كده هتحتاج حبه دقيق تاني، حبه صغيرين كده عشان تسيب ايديها. اهو هرش لها حبه دقيق صغيره كده. يلا يا بط عجيني، وهخليها تلمها. هفصل معاكم، الفيديو طويل قوي، هفصل معاكم وهرجع تاني. كده خلاص الحمد لله اهي نجحت انها تلمها. هكمل بقى معاكم بقيه الخطوات. كده خلاص احنا خلاص عجناها. هنسيبها بقى، اغطيها واسيبها تخمر عشان توصل للنتيجه بتاعه توصل للنتيجه دي انها خمرت قوي كده. بعد كده هكمل معاكم. كده بقى جبنا صينيه ناشفه نظيفه وناشفه، نرش عليها حبه دقيق. انا قبل كده عملته بالزيت، ممكن تدينيها زيت برده وتقرصي عليها، مش هيحصل حاجه خالص. بنقطع العجين قطع صغيره عليها وتبططيه على الزيت. انا عملته قبل كده وبيطلع حلو وجميل، لكن انا المره دي هعمله بالدقيق. تحطي في ايدك دقيق كده عشان العجينه ما تلزقش معاكي اهو. وهناخد بقى على حسب القطعه اللي انت عاوزاها. انا هعمله حلو. انا دلوقتي في المقدار الكبير اللي انا عملته الاول هو اللي هقرصه، هقطعه يعني، وهسيب التاني يخمر براحته زي ما انتوا شايفين كده اهو. تقفليها تحت وفوق بس ونرصها، وناخد واحده كمان. نفضل بقى لغايه ما الكميه تخلص كلها. الحجم اللي انت عاوزاه اعمليه، عاوزه عيش صغير شويه اعمليه براحتك يعني. خبز الحليب ده بيبقى جميل قوي. هعمله وتغطيه بعد ما نخلص المرحله دي، هنغطيه وهنسيبه شويه عبال ما نخلص. نبتدي باول واحده احنا عملناها، يعني لما نيجي نبطط هنبتدي باول واحده اللي احنا عملناها. وكده زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكميه كلها وغطيتها بقماشه نظيفه كده. وهبتدي اخد اول واحده انا عملتها. بسم الله. شايفينها خمرانه خالص وحلوه. تسيبيها شويه كده تريح، بتجيب نتيجه حلوه قوي معاكي وترجعي تغطيها تاني. دي اول واحده انا عملتها. هبتدي بقى ابططها معاكم، ابطط معاكم 2 كده واوريكم. كده بتبططيها شويه كده، طبعا لازم تحتيها دقيق او ماده دهنيه. ممكن تكملي لو انت ما عندكيش الحاجه تفردي بيها، ممكن تكمليها بايدك كده هتمشي معاكي بدل خمرانه وحلوه ما شاء الله. انا هعملها برضو، هكملها بيظبط العجين معايا يعني اسرع. لو انت ما عندكيش هتكمليها عادي مفيش مشاكل خالص. اهي بسم الله. خليه مدور بقى. عاوزه تقطعيه نصين برضو قطعيه، وهو عجين كده بيبقى شكله حلو. ده خبز الحليب، بس بقى انا عامله الحجم الجامبو، بيتعمل منه الحجم الصغير، بس انا حبيت اعمل الحجم الكبير. بس كده شايفين شكله عامل ازاي. تمسكيه بقى كده بيبقى فيه طراوه شويه، شايفين السمك بتاعه. بتاخديه تحطيه، تفرشي ملايه نظيفه او حاجه نظيفه برده،
وتبتدي ترصي عليها بقى الناحيه تتملي، تغطي بملايه تانية فوق نفس العيش ده، ونحط طبقه تانية وتسيبيه برضو يريح ربع ساعه كده يريح، وبعد كده نبتدي نخبزه. وكده عملت واحد برضو صغير عشان يبقى عملت لكم الحجمين، تشوفوا الحجم الصغير والحجم الكبير، وهكمل الكميه كلها بقى واوريكم وانا بسويه. هنسويه طبعا في الفرن عادي، قبل كده عملته في الطاسه، هسويه المره دي بقى عادي في الفرن. وده شكل العيش اما خلصته، شايفين بينهم راق اهو، من الشاشه اللي حطاها او القماشه النظيفه مطبقاها وحاطه طبقتين فوق بعض كده. بقى هسيبه في المرحله دي، هسيبه حوالي منه الصغير والكبير اهو زي ما انتم شايفين، هسيبه حوالي ربع ساعه كده وابتدي بقى احطه في الفرن ان شاء الله. هنا بقى بعد ما حطيناه في الفرن، شايفين زي ما انتم شايفين بيبتدي يعلى اهو ما شاء الله. هفصل وشويه اوريهولكم تاني. وزي ما انتم شايفين كده العيش اللي سويناه جميل قوي ما شاء الله عليه، حلو قوي. يا ريت بقى ما تنسونيش بسبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس، ريحته صراحه ما اقولكوش حلو جدا وسريع، ما خدش مننا حاجه. يا ريت تجربوه وتقولوا لي في التعليقات، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.